السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله السيشن بتاعتنا هتكون عن باراجراف. هنكتب باراجراف عن إيه؟ عن الإيكو سيستم، النظام البيئي. الفيديو ده إن شاء الله هيكون مفيد لكل الصفوف وخصوصا 5 ابتدائي منهج كونكت وكونكت بلس. هنكتب أكتر من جملة، هنكتب كذا فكرة علشان إن شاء الله تستفادوا بالأفكار وبالجمل إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ. let's start. طبعا قبل ما بكتب الباراجراف احنا عارفين ان احنا مش بنكتب في اول لاين على طول، بنسيب كده ايه مسافة او سبيس ايه من اللاين الاول، من السطر الاول. ولما نبتدي بالكلمة الاولى بنكتبها ايه اول حرف فيها كابيتال. اول جملة هنا ابتديت بيها الموضوع، عرفت له يعني ايه هو الايكو سيستم. يعني اول جملة بنعرف بيها ايه موضوع الباراجراف بتاعنا او فكرة عامة كده عن الموضوع. قلت له الايكو سيستم هو ايه؟ هو عبارة عن كل الحيوانات والنباتات والرقص والصخور في مكان واحد. هقولها ازاي؟ هبتدي بالسبجكت الفاعل وبعد كده الفعل. هقول له the ecosystem، النظام البيئي، يكون is all the animals، كل الحيوانات والplants النباتات والرقص الصخور in a place يعني في مكان واحد. بعد كده هقول له كل شيء في العالم بتاعنا متصل ببعضه، ودي طبيعة أصلا الإيكو سيستم. هقول له everything in the natural world، كل شيء في العالم الطبيعي، والكل الجملة دي أو كل الكلمات دي فاعل. كل شيء في العالم الطبيعي اللي احنا عايشين فيه is connected، متصل ببعضه. everything in the natural world is connected. بعد كده عايزة أقول له إن النظام البيئي مش واحد بس، ده فيه كذا نظام بيئي على الأرض. هقول له there are يعني يوجد للجمع، لما أقول there are يبقى اللي جاي ده جمع. يوجد a lot of different ecosystems on earth، يبقى يوجد الكثير من الأنظمة المختلفة لإيه؟ الأنظمة البيئية المختلفة على الأرض. يبقى there are هنا الفاعل، يوجد الكثير من إيه؟ different ecosystems on earth. ونخلي بالنا إن ال earth بتكون ال E capital علشان الكرة الأرضية أو الأرض هي أرض واحدة بس، كوكب الأرض. بعد كده عايزة أقول له بقى الإيكو سيستمز، الأنظمة البيئية ممكن تكون صغيرة أو ممكن يكون نظام بيئي كبير. هقول له ecosystems can be small، ممكن تكون صغيرة like a pond زي بركة صغيرة، or big أو كبيرة like a forest زي الغابة. الجملة دي سهلة خالص وقبل كده أخدناها في الدروس كتير. ecosystems الأنظمة البيئية can be small ممكن تكون صغيرة like هنا يعني شبه أو مثل pond زي البركة or big like a forest أو كبيرة زي الغابة. خلاص. طب عايزة أوضح له بقى الكائنات اللي بتعيش في الإيكو سيستم. طبعا الإيكو سيستم فيه living things الكائنات الحية والكائنات غير الحية. فأنا هقول له الكائنات الحية بتتفاعل تنسجم مع الكائنات غير الحية. هقول له the living things الكائنات الحية، وده الفاعل، احنا قلنا نبتدي بسبجكت الفاعل. بتعمل ايه؟ interact تتداخل أو تتفاعل with مع ايه؟ the non-living things. خلاص. فين؟ in the ecosystem في النظام البيئي، في النظام البيئي. طيب أوضح له ايه كمان؟ أقول له إن المناخ ده جزء مهم في الايه؟ من الايكو سيستم، يعني بيأثر في الايكو سيستم. هقول له climate is an important part of an ecosystem، المناخ هو ده جزء مهم من النظام البيئي. climate is an important part of an ecosystem. عايزة أقول له بقى إن الحيوانات والنباتات الموجودة في النظام البيئي كل حاجة من دول عايزة احتياجات معينة. يعني الحيوانات عايزة طعام وعايزة حماية، والنباتات عايزة علشان تنمو عايزة ضوء الشمس وعايزة مية. يعني بنتكلم في الفود تشين، في السلسلة الغذائية. أي نظام بيئي لازم يكون فيه السلسلة الغذائية حاجة مهمة جدا. فأنا هقول له ال animals needs food and shelter، الحيوانات محتاجة الطعام والحماية. جملة سهلة خالص، الحيوانات محتاجة الطعام والحماية. البلانتس need sunshine، محتاجة ضوء الشمس and water، محتاجة ضوء الشمس and water المية. وفي الآخر قلت له we all need، كلنا محتاجين to live in a comfortable environment، كلنا محتاجين نعيش في بيئة مريحة. خلاص. we all need to live in a comfortable environment. خلاص كده الباراجراف يكون خلص. يا رب تكونوا استفدتوا. استنونا ان شاء الله في فيديوهات جاية. ولو عندكم باراجراف عايزين نتكلم عنه اكتبوهولي في الكومنتس. باي باي.